احنا أولا استقبلنا أسود وأبطال الجبهات الذين يقاتلون على الدين والأرض والعرض والوطن، فنحن مستعدين أن نخدم جرحانا وكل ما نملك. قمنا بتوصيلهم إلى الصالات، استكمال إجراءاتهم ووصولهم إلى صالة المغادرات، وجهزنا كاملة تجهيزاتهم وحتى وصول الطائرة، ونحن معهم ولن يمكن لفارقهم حتى نطلعهم الطائرة. فهؤلاء هم رجال العز والشرف، فتنحني لهم الجبهات. مكان الإصابة في الرجل اليسار لقد غسلوها يعني، وأصبت في قرية دباب. نشكر دولة الإمارات والسلطة المحلية، ونشكر مدير أمن مطار عدن، وكما يعني قدموا للجرحى، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني بما قدموه نشكرهم يعني كل الشكر بإذن الله عز وجل. نشكر دولة الإمارات على وقوفها إلى جانب جرحانا وتكفلها بعلاجهم، ونشكر التحالف على ما يبذله من عطاء لجرحانا وتكفله بجميع مستلزمات الجرحى. وبرضه نشكر الأخوة على ما قاموا من تسهيلات لنا في المطار. ونضيف إلى ذلك يعني الجرحى عندما نقلوهم يعني نشكرهم على التعب الذي قاموا به. اسمي عوض عبد الله الصالح معرق، كتيبة الشهيد سامح الحسني، أصبت بالمخاض. نشكر دول التحالف على ما قاموا به لهذا الشعب، ونشكر قيادتنا قيادة كتيبة سامح الحسني، ونشكر أخواننا وزملائنا كامل هذا الجرحى. نشكر دول التحالف بإذن الله. جمال ناصر محمد شيخ الهارش، مرافق مع ابني ناصر جمال ناصر، أصيب في المخاء في الميناء، أصيب في رجيله وفي جسمه كامل. نشكر دولة الإمارات العربية على ما تقدمه للشعب اليمني من عناية ماديا وبشريا، ونشكرهم على برضه المملكة العربية السعودية ودولة التحالف العربي كلها على ما يقومون به. ونودي يعني نقول لهم بأن يعتنون بالجرحى، أهم حاجة الجرحى، ويقدمون لأسر الشهداء اللي يضحون ما يناسب لهم وما يعنيهم بهذا. ناصر جمال ناصر محمد الهارس، أصطب داخل الميناء في المخاء. عندما دخلنا الميناء مع كتيبة، نحن من كتيبة سامح الحسني الله يرحمه، وبعدها محسن الحالقين نتقبلهم الله إن شاء الله شهداء بإذن الله. ونشكر دول التحالف كامل والإمارات العربية، ونقول لهم أهم شيء الجرحى عندنا، عناية الجرحى اللي نشتيه. ونحن اصطبنا داخل بالغام الذي حطوه الحوثة والحمد لله. أنا حفيد الشهيد علي ناصر هادي، واسمي علي سالم علي ناصر هادي. أصبت في الذباب، ونحن قايمين بمهمة اقتحام الذباب، وكتب النافي بلغم، والحمد لله على ما كتب. ونشكر دول التحالف على رأسهم الملك سلمان وأبناء زايد حفظهم الله، ما قصروا، قايمين بكل شيء، جزاهم الله ألف خير. عبد علي عمر طحيل جبهة، أصبت في جبهة كهبوب الخمس القرون مع قائد اللواء عمار سعيد الله يرحمه الشهيد عمار سعيد، اصطاب معنا استشهد، ونحن جرحنا ذاك اليوم وممددين في البريه لحد اليوم هذا 3 شهور لنا. هم تقاريرات ترحلات الجوازات للمطار والرجعة والعودة والتحالف، ولكن عانينا يعني تعبنا، لكن إن شاء الله نشكر يعني القيادة السياسية والإماراتيين بترحيلنا، وما قاموا يرحلون اليوم تمام فيهم الخير. عامر محمد أحمد، نائب مدير الدائرة الصحية لقوات الدعم والإسلام. هؤلاء يعتبروا الدفاع الثاني وعددهم حوالي 53 جريح. قامت دولة الإمارات مشكورة مع قادتها مع شعبها بالتكفل بعلاجهم في الخارج، وهؤلاء يعتبروا مرحلة من مراحل إن شاء الله فيما بعد.